السلام عليكم، بارك عليكم ما تبقى من العشر. للأمانة أنا ما كان ودي أبدا إني أتكلم في هذا الموضوع، لكن بضطر بتكلم على موضوع أحمد شو. شفت الفيديو أكيد. بقول لكم الأسباب اللي ليش أحمد شو مو موجود معانا بفالكونز أو ما انضم الفالكونز، وأقسم بالله أن هذه هي الأسباب الوحيدة. مهيب عشان نراضي أحد أو نزعل أحد أو أي شيء أبدا، هذه هي الأسباب. على العموم اللي بيقول ليش قلت في بثك وغيرت كلامك وكل هذا، في البث البودكاست عفوا مو البث اللي هو حق 13 صانع محتوى، أنا ما تكلمت عن الموقف الأشياء السابقة مع أحمد، هو دفاعا عن أحمد وتقدير للعشرة السابقة اللي بيننا وبينه. وحتى تغريدة عثمان بعدها يوم قال في أشياء خلف الكواليس هي تأكيدا لذلك على الرغم من كل الهجوم. على العموم هذا السبب انه في البث في بودكاست 13 صانع محتوى ما جبت طاري. بعدها بعد بودكاست 13 صانع محتوى أحمد فتح بث مباشر وتكلم على صناع محتوى فالكونز الجدد وليش هذا وليش هذا وليش هذا، مما سبب هجوم كبير للشباب اللي توهم في بداية مسيرتهم وصغار من جماهير كبيرة كانت تتمنى أحمد يكون موجود في فالكونز، مما أثر عليهم في رزقهم وفي حياتهم. وقتها واحد من صناع المحتوى في فالكونز دق عليه وقال له أحمد في هجوم كبير جالس يجي على الشباب بسبب البث حقك، فنبغاك في بث تطلع وتوجه جمهورك إنه لا وما ينفع وهذا غير وهم صغار. وقتها أحمد رفض رفض تام وقال أنا مالي دخل في الموضوع، أنا قبل قد قلت في بث إنه خلاص أبغى أقفل الموضوع وما لي أي علاقة. وحنا دافعنا عنك يا أحمد واحترمنا العشرة ولا قلنا المواقف رغم أن تعرضنا للهجوم. وبعدها يوم أنت سببت هجوم على صناع محتوى فالكونز الجدد طلبنا منك أنك تجي وتدعمهم، وأبدا ما كنت كذلك ورفضت وقلت أنا مالي دخل أبدا. والحين بشرح لكم الأسباب الأساسية. طبعا قبل لا أذكر الأسباب، في موقف اللي هو أحمد معترف الواحد من صناع المحتوى عندنا إن بثه هذاك اللي قال ليش مو أنا وأبغى أفطر مع للي غلط، وغلط إنه سمى صناع المحتوى الجديدين باسمهم. وبعدها بفترة دق عليه صانع محتوى ثاني قال أنا أبغاك تحمي هذول الشباب تعرضوا لهجوم كثير، وقال أنا مالي دخل في هذا الموضوع. عموما الآن بقول لكم أول سبب في أول موسم جيمرز، أحمد كان يقول لنا ويقول للشباب أنا جايكم وبجي معاكم فالكونز، وفي ذاك الوقت كنا نتفاوض مع صانع